السلام عليكم ورحمة الله. بيرجع النادي الأهلي للمسابقات المحلية بعد ما خلص مهمته الأفريقية على أكمل وجه، وخرج من مباراة عنق الزجاجة قدام استاد أبيجان بالفوز 3-0 بهاتريك إمام عاشور اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنه، وحجز مقعده رسميا في دور الثمانية، خاصة بعد ما أورلاندو بايرتس كسب شباب بلوزداد. وتبقى المباراة الأخيرة ما بين الأهلي وأورلاندو بايرتس على تحديد المركز الأول والتاني. النادي الاهلي وفي ظل سعي الاداره لابرام صفقات جديده قبل ما يناير ينتهي، ولحد ما ده كله يخلص بيكمل النادي الاهلي رحله الدفاع عن لقب الدوري بلقاء مهم جدا قدام الجونه. بيدخل النادي الاهلي المباراه دي بقائمه بيغيب عنها ناس كتير جدا سواء للبيع او للاصابه. من ابرز الناس اللي مشيت هي كانت بيرسي تاو، زي ما قلنا في فيديو قبل كده ان بيرسي تاو قريب جدا ان هو يلتحق بقطر القطري، وقد كان بيرسي تاو دلوقتي لاعب في نادي قطر القطري، بخلاف طبعا كهربا اللي هو يعني مش المستوى المطلوب في النادي الاهلي. في مفاوضات دلوقتي مع نادي ليبي واحتمال كبير ان هو يروح له، او للاصابه زي يحيى عطيه الله واشرف داري وكمان عمر كمال عبد الواحد. النادي الاهلي بيدخل المباراه دي وعينه على الثلاث نقط عشان يحافظ على صداره الدوري اللي الفروقات فيه ما بقتش كتير قوي. يعني لو بصيت على جدول الدوري هتلاقي الفروقات ما بين الاول والثاني والثالث والرابع مفيش غير نقطه واحده بس. ده حتى دلوقتي سيراميكا دخل معاك في المنافسه ورصيده 15 نقطه زيك بالظبط، مع لعبك طبعا مباراه اقل، والكلام ده انديكيشن ان هي جمله واحده: ممنوع التعثر. نادي الجونه تحت قياده علاء عبد العال بيحتل المركز قبل الاخير بفوز وحيد والتعادل في 3 مباريات والهزيمه في 3 مباريات، لكن ده ما يمنعش ان فريق الجونه لما يجي يلعب قدام الاهلي بيبقى تنين مجنح، وشفناه بيبقى منافس رخم جدا قدام النادي الاهلي. كعاده كل الفرق بتحب تثبت نفسها قدام كبير القاره. الجونه بيدخل المباراه دي ومعنوياته شبه مرتفعه بعد الفوز على نادي القناه في الدور ال 32 من كاس مصر بنتيجه 2-0. والماتش اللي كان قبل كده تخيل ان بيراميدز بالسكواد اللي عنده ما قدرش يفوز على الجونه الا 1-0 وبالعافيه، ده بخلاف كل المباريات بتاعتهم. الثلاث تعادلات اللي تعادلهم الجونه كان كلها 0-0، والهزائم اللي اتهزمها الجونه كان كلها 1-0. ده بيديك انديكيشن ان فريق الجونه بيلعب بطريقه دفاعيه بحته. لو بصيت على الورق هتلاقي فريق الجونه بيلعب بطريقه 4-1-4-1، وفي حاله الدفاع الواحد اللي قدام خط الدفاع والاربعه بتوع خط النص بيضموا على الدفاع عشان يبقى 9 وبيسيبوا المهاجم بتاعهم قدام. يعني من الاخر كده هيبقى زي انبي هيرص لك خرسان. معنى كده ان انت لازم تفكر في حلول بدري من اول دقيقه، لان فريق الجونه شاطر جدا ان هو يسرق منك المباراه ويوديها لسكه 0-0 عادي جدا. لو واجهت الجونه بنفس لعب وستايل فريق سموحه هتقدر تحكم السيطره على نص الملعب، كمان هيكون عندك القدره ان انت تضرب خط الدفاع الاربعه بتوعهم ورا وكسر مسافه التسلل عن طريق سرعات وسام ابو علي وكمان امام عاشور. كمان في المباريات اللي زي كده انا ممكن العب على اني اجر الخصم عندي في نص الملعب بتاعي والعب على المرتدات او الكرات العرضيه المظبوطه من ورا خط الدفاع اللي هي كرات كاسره الخطوط، واستغل السرعات اللي عندي سواء حسين الشحات على اليمين او امام على الشمال. والمباريات اللي زي كده بتتفك بجول واحد، هو جول واحد يفك طلاسم المباراه، يفكك الفرقه اللي قدامك ويخليها او يجبرها انها تلعب لعب مفتوح. وما دام لعبت قدامك لعب مفتوح معنى كده ان انت عندك فرص اكبر انك توصل للمرمى، ولكن الاهم من الوصول للمرمى هو احراز الاهداف اللي زي ما كلنا شفنا في ماتش برشلونه وريال مدريد. برشلونه يعني ما سابش فرصه الا لما كان لازم يعمل بيها تهديد مباشر على المرمى او يجيب بيها جوان، وامن نفسه كويس جدا في الشوط الاول انتهى 4-1. اي فرصه بتجيله كان بتيجي الجون على طول، وكلنا شفنا برضو ان النتيجه دي او استغلال الفرص نفعوا بعد طرد الحارس بتاعه تشانزي. عموما احنا مش عايزين نستسهل المباراه، احنا عايزين ال3 نقط، برضو ما نلعبش على فكره الجول الواحد. يعني انا لو جبت جول ما نمشي عليه، لان النادي الاهلي بيحصل معاه مواقف بايخه جدا في اخر 5 دقائق من اي مباراه بصراحه، واحنا كلنا شفنا الكلام ده. التشكيل الامثل بالنسبه لي للمباراه دي هيكون غريب شويه: شوبير حارس مرمى، قدامه رامي وياسر، ادبيس ناحيه الشمال، وعمر الساعي ومروان في النص، وهاني ناحيه اليمين. اما رباعي خط الهجوم هيكون قفشه رقم 10، امام ناحيه الشمال، الشحات ناحيه اليمين، قدامهم وسام ابو علي. بالتوفيق ان شاء الله للمارد الاحمر. انا عارف ان احنا بنمر بظروف انتقاليه، ولكن ده ما يمنعش النادي الاهلي لسه كبير بالسكواد حتى اللي موجود معاه دلوقتي. ان شاء الله ناخد 3 نقط نفضل على صداره الدوري العام، لان مش مسموح نهائي ان احنا نتعادل او ننزل ماتش، عشان لو حصل كده المنافس على طول هيروح على القمه. وان شاء الله السكواد الموجود سداد. بيس يا مان.